السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير او صحه جيده وانتم كتشاهدوا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الشباكيه ديال اللوز والجنجلان، حيت سبق لي في فيديوهات قدامين شاركت معكم الشباكيه ديال الجنجلان بوحده، ودابا غادي نشارك معكم الشباكيه ديال اللوز. تقريبا نفس المقادير، غير هذه زايده اللوز وطريقه الخدمه. زدت يعني وضحت لكم طريقه الخدمه اكثر. والعسل انا شاركتها معكم في فيديو، رجعوا شوفوا الفيديو ديال العسل. وهنايا نشارك معكم المقادير ديال الشباكيه ساهلين وبساطين، واستخدمت معكم ابسط الحاجات. يعني زيد العود اللي كيكون في الشباكيه راه كيضيف لها مذاق مزيون، انا ما عملتوش يعني تفاديته. مع ذلك جات الشباكيه مزيونه، حيت هاد العام نتوما عارفين الزيت ديال العود شكون غادي يعملوا قليل، غير الناس اللي متوفر عنهم زيت العود وموجود غادي يستخدموا زيت العود. انا ما عملتش زيت العود. بحال كل عام استخدمت زيت عاديه، باش كاين ناس الله قد الحال ما يقدروش يعملوا زيت العود. انا عملت زيت عاديه. كيف ما كتشوفوا، اول حاجه كنبداو. هنايا عندي كاس ديال الزنجلان بدون تحمر مطحون، وكذلك كاس ديال اللوز مطحون بالقشره ديالو. بجوج بهم ما كنحمروهمش. بغيتو تسخنوهم شويه سخنوهم، ولكن ما تحمروهمش لدرجه يتحمروا مزيان. وجوج مغارف ديال حبه حلاوه، وجوج مغارف ديال النافع، وهنايا مغروفه كبيره ديال القرفه كيف ما كتشوفوا. وهنايا الزعفران شعره اختياري، بغيتو تعملوا ملون غذائي عملوه. وهنايا كاس ديال ماء الزهر نوعيه جيده. وهنايا 4 كاس ديال الخل. وهنا كاس ديال الزيت العاديه، ماشي الزيت ديال العود. بغيتو تعملوا زيت العود انا كل عام كنعمل، هذا العام ما عملتهاش. وكاس ديال الزبده تكون نوعيه جيده، زبده حيوانيه مذوبه نوازيط، يعني حتى كيتحيد هذاك الحليب اللي كيكون فيها. و وكتعطيكم اللون شويه كيكون ذهبي، وعاد كتصفيوها وكتخدموا بها. ما تخليوش الزبده فيها الحليب، حيتاش ما تنجحش معكم الشباكيه وما غاديش يطول معكم بزاف. وهنايا عندي كيلو و150 غرام ديال الدقيق. علاش ديك 150 غرام؟ باش كتخرج لكم 3 كيلو لاصقه، ما كتجيش ناقصه ولا شي حاجه. بالنسبه للناس اللي كيخدموا الشباكيه، يعني كتعملوا كيلو 150 غرام باش كتجيكم 3 كيلو هي هذوك. وهنا عندي 8 غرام ديال الخميره ديال الحلوى. كما كتشوفوا مقادير ساهلين وبساطين. وغندوزو باش نوجدوا الشباكيه. اول خطوه كان نطحنوا الزيت مع اللوز والجنجلان باش كيسهلوا مع. انا دائما كنستخدم هاد الطريقه. اذا رجعتوا الفيديو ديالي قدامين عام دابا وزياده وانا كنخدم بها هكذا، ومن زمان دائما كنخدم بها بهذه الطريقه. كطحنوا مزيان هذاك، واخا هما مطحونين مزيان كتعاودوا تطحنوهم حتى كيعطيوكم القوام ديال الاملو. باش يجيو ساهلين، وكذلك كيزيدوا يطلقوا النكهه ديالهم وكيجيو مزيونين. هنا غادي نغربل الطحين، واخا عندي مغربل غادي نعاود نغربلو باش كتجي الشباكيه هشيشه تبارك الله، كتجي مزيونه كيف ما كتشوفوا. عاد غادي نضيف النواشف اخرين، الخميره د الحلوى. بالنسبه للمبتدئ ما كتعجبهمش مثلا، ماشي ضروري يكونوا مبتدئين، المهم اللي ما كتعجبهمش الشباكيه تكون منبله بزاف ما يعملوش الخميره كامله، يعملوا غير نص ديالها. واللي كتعجبهم منبله تكون عامره بالعسل من الداخل، يعملوا الباكيه كامله ديال يعني 8 غرام كامله. هنايا كنجيبوا كاسرونه كنضيفوا فيها كاس ديال ماء الزهر، وجوج مغارف ديال يعني هذاك 4 كاس ديال الخل والزعفران شعره، وغادي نسخنوهم فوق النار. وهنايا رشه ديال الملح. نتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما غربلت النواشف كاملين مع الخميره وليت ذكرت معكم كلشي ملح، وغادي نخلط هذيك النواشف مزيان. عاد غادي نضيف السائل ديال اللوز والجنجلان والزيت. هانتوما كتشوفوا القوام اللي كيعطي بحال املو. انا كنعاود ناكد، ما حمرتش اللوز ولا الجنجلان، بغيتو تحمروهم غير سخنوهم شويه اذا كانت عندكم الماكينه ما كطحنش مزيان. ولكن اذا كانت الماكينه كطحن مزيان بلا ما تحمروهم، لان باقي غادي يتقلاو وغادي يعطيو المذاق ديال المروره اذا حمرتوهم. وكل وحده كتبقى الطريقه ديالها. انا هذه الطريقه ديالي، ما كنكذب عليكم حتى شي حاجه وما كنخبى عليكم حتى شي حاجه. الناس بزاف تبعوا المقادير اللي عطيتهم العام اللي فات وصدقت معاهم الشباكيه 100%. واخا تكون عمرها صدقت لك الشباكيه تبعتي الخطوات
والعبار هو هذاك، غادي تجيك هي هذيك الشباكيه. بغيتو نصف الكميه كتعملوا غير نصف الكميه، مثلا بغيتو نصف كيلو كتعملوا نصف كيلو، اي حاجه كتعملوا منها النص. بغيتو من بعد نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف باش تبقاو عاقلين عليهم. هانتوما كتشوفوا هنايا غادي نخوي هذاك الماء الزهر والخل اللي دفيت، وغادي نرجع شويه ديال الماء يدفاو باش غادي نكمل نعجن بالماء. هنايا كنعجن بماء الزهر والخل معهم هذاك الزعفران، وكتبقاو تضيفوا تدريجيا، ما تضيفوش السوائل مره واحده، شويه بشويه، لان العجينه ديال الشباكيه خصها تجي قاصحه، يعني قاصحه على عجينه الخبز. الا عملتوها رطبه ما غاديش تجي معكم مزيونه، تجي شويش قاصحه، يعني مع تقليوها وهذا تجي قاصحه ما تجيش هشيشه. هانتوما كتشوفوا كنضيف شويه بشويه، خصها شويه د الصبر وغادي تنجح معكم ان شاء الله. صراحه تقول لك شي وحده فيها عندها السر ولا اسرار شباكيه، ما كاين حتى شي سر. السر هو كتتبع الخطوات ومقادير هما هادوك، وما كتزيد حتى شي حاجه من راسك، يعني مقادير الشباكيه هما الشباكيه والقياس يكون هو هذاك، وكتنجح معاك. والعسل كذلك تكون الطياب ديالها ممتاز وتكون ثقيله وصافي. هانتوما كتشوفوا العجينه قاصحه، يعني واخا كتبان لكم انا كنعجنها بسهوله، ولكن هي شويش قاصحه بصعوبه يعني باش كتجمعوها. هانتوما كتشوفوا، وغادي ندوز باش نقسمها نقيطع 8 ديال القطع غادي نقسمها، ولا نتوما قسموها شحال ما بغيتو. المهم انا عملت القياس اللي كنعمل دائما، غير من الوسط ديالها ملي كتقطعوها كتعرفوا العجينه ناجحه. صافي هنا غادي نشكلهم وغادي نعملهم في البلاستيك باش ما ينشفوش، لان العجينه اصلا قاصحه، ولا خليتوها في الهواء دابا البرد كتنشف دغيا. صافي هنا غادي نشكلهم كاملين وغادي ندوز باش نورقهم. غادي نشكلهم فحال الرغيفه، وكل وحده والطريقه ديالها كيف ما كنقولوا، يعني حتى شي وحده ما نقول لك هذه الطريقه ديالها خايبه ولا هذه ماشي ناجحه، لا انا هذه الطريقه اللي كنستخدم دائما، والناس كاملين كيديو عندي شباكيه كيشكروها وكيعاودوا يديوها دائما. ناجحه 100%، والمذاق ديالها كيجي روعه. هانتوما كتشوفوا كنورقها بحال الرغيفه بالضبط، ماشي ضروري تعملوها رقيقه، غير كتطلقوها دائريه ولا مربعه وكتشكلوها بحال الرغيفه وصافي باش كتجي مرقه. ما بغيتوهاش تجيكم منبله بزاف، كت كطويوها غير على جوج، ما طويوهاش بحال الرغيفه، غير على جوج صافي، يعني كتطلقوها مربعه وكطويوها على جوج. انا دائما الكليان ديالي كيبغيو الشباكيه اللي كتكون منبله وكتجي هازه العسل، باش كنعملها بهذه الطريقه هذه. هي صراحه ديك التنبال فيها كيجي مزيون، لا ما كانتش منبله بزاف ما دغيا ديك العسل ما كتبقاش فيها مده طويله. صافي غادي نستمر تنكمل كميه كامله وندوز باش نشكل معكم الشباكيه ونوريكم حتى الطريقه ديال التشباك ديالها اللي ساهله بزاف، الطريقه اللي معتمده عندي. هنايا من بعد ما كملت دوزت نيشان، ما خليتها لا ترتاح لا والو. هذا المربع غادي نقسمه على جوج، يعني غادي ناخذ القياس ديال الماكينه د التورق. ما عندكش الماكينه د التورق بلاش، ماشي ضروري، غير هي شويه يعني الا كنتي كتخدم كوموند خصك ضروري الماكينه لانها تعذبك. كنتي غادي تعملها غير من الدار ديالك بلا ماكينه د التورق، غير بالمدلك، حيت شحال هادي كنا كنخدموها بالمدلك ما كانتش الماكينه. ولكن اللي كتخدم كميه كبيره ولا كتخدم كوموند ضروري خصها الماكينه، حيتاش غادي تتعذب. كيكون كميه كبيره راه صعيبه تطلقها كامله غير بالمدلك، راه كتافك غادي يطيحوا. صافي هنايا من بعد ما رققتها شويه كنعاون بالماكينه. انا كنطلقها في الرقم في الاول في الرقم 3 ومن بعد رقم 2، ما كنرقاش بزاف لان كل وحده وماكينه ديالها. كاين اللي الرقم 5 و6 هما اللي رقاقين، انا عندي 5 و6 لا العكس، واحد وجوج هما اللي رقاقين. انا كنطلقها في الرقم 2، ما كنبغيهاش تكون رقيقه بزاف وما تكونش عاوتاني العجينه غليظه بزاف، لانها تجيكم شويه غليظه ملي كتطيب كتزيد تنفخ وكتكبر. يعني من الاحسن تطلقوها تكون متوسطه، ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه. صافي هنايا انا كنستخدم هاد القطاعه هذه ماشي حيتاش كتقطع مزيان، يعني انا كنعاود نقطع حيتاش كتعطي قياس واحد، كتجيكم شباكيه كامله نفس القياس، ما كتجيش وحده كبيره وحده صغيره.
صافي هنايا كيف ما كتشوفوا كنهز الشباكيه كنعمل جوج اشرطه فوق بعضياتهم، وهذا الشريط الاخراني هذا كنطويه، كتضغطوا على ديك الجوانب مزيان باش ما كيتحلوش في القلي، وهاد الجوانب هادو كتضغطوا عليهم هانتوما كتشوفوا. اذا جاوكم كبارين هادوك الودينات كتنقصوا منهم غير شويه، واللي كيعجبو هذاك يعني بغات تخليهم هادك كتخليهم، يعني ماشي ضروري تنقصهم. انا كيعجبني ما كيعجبونيش يجيو كبارين وكنقص منهم. هانتوما كتشوفوا باقي غادي نشارك معكم طريقه ثقيله، يعني فيديو ثقيل باش تحفظوا يعني التشبيكه. هانتوما كتشوفوا التشبيكه كتجي مزيونه بزاف وكتجي شباكيه صغيره وحلوه. شباكيه الا عملتوها كبيره ما كتجيش مزيانه، لا في الشكل ولا بالنسبه حتى في الماكله. يعني بالنسبه تهز يعني شباكيه نتوما كتعرفوا ماشي يعني الناس ما كياكلوهاش بزاف، غير كتحلي بديك الشباكيه وحده بركه. اذا كانت وحده صغيره كافيه، اما اذا كانت وحده كبيره ما غادي يعني حتى في الماكله غادي تجي شويه ثقيله. يعني كنظن شباكيه صغيره لا في المنظر ولا في الماكله ديالها كتجي احسن. صافي هانتوما كتشوفوا كتجي روعه، كتجي بحال الوريد. انا هذه التشبيكه اللي كتعجبني. كاين بزاف ديال التشبيكات الا بغيتو نشاركو معاكم، نعمل لكم فيديو خاص غير بالتشباك ونشارك معكم الانواع ديال التشباك ديال الشباكيه، وحتى الشباكيه ديال السبوله. ولكن هذه اللي معتمده عندي وكتعجبني وكتعجب حتى الكليان. والشباكيه ديال الكويلش يعني معروفه تقليديه دائما. انا كنبقى نشرح ونأكد على الهضره، يعني اي حاجه خصني ما ننساهاش ونقول لكم بالتفاصيل باش ملي تتبعوا الطريقه ما خصني ننسى والو. علاش كنقول لكم تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر؟ باش كننسى شي حاجه كنقولها في الفيديو نقدر نقولها في الوسط ولا في الاخر، يعني فوقاش ما تفكرت شي حاجه راه غادي نقولها. كنحاول ما ننسى حتى شي حاجه، نشارك معكم الخطوات كاملين. عليها كنأكد الشباكيه تكون صغيره، حيت ملي كتقلى في الزيت راها كتنفخ كتزاد في الحجم ديالها. من الاحسن تكون صغيره وكتجي حلوه. هنايا كما كتشوفوا كنحط جوج شرائط فوق بعضياتهم، هذاك الشريط اللي كيبقى بوحديتو هانتوما كتشوفوا كنفتح هذاك الشريط في الوسط، وهاد الجوانب كنضغط عليهم كنلاقيهم مع بعضياتهم وكنضغط عليهم كنطويهم جوج مرات. هانتوما كتشوفوا علاش كنطويهم جوج مرات؟ باش ملي كتقليوها في الزيت ما كتفتحش معاكم، ما كتقلبش الشباكيه، كتبقى محافظه على الفورمه ديالها وعلى الشكل ديالها. هانتوما كتشوفوا ها الورده بدات كتبان. صافي كتضغطوا شويه في ديك الجوانب ديك القرينات. صافي ها الشباكيه هي هذيك. صراحه هي احسن تشبيكه مزيونه، يعني القويلش قديمه تقليديه كتجيني هي الاحسنهم. هانتوما كتشوفوا كنعمل جوج شرائط فوق بعضياتهم، والشريط اللي كيبقى بوحديتو هو اللي كنطويه. يعني ساهله هاد طريقه التشبيك ما غاديش يدوخكم. هانتوما كتشوفوا كتضغطوا على ديك الجوانب، والشباكيه كتعوضوها من الاول مزيان. يعني في الاول كتعوضوها مزيان كتعطيوها الشكل ديالها باش ملي كتنشف هي خصها تنشف هاد الثقله. ملي كتنشف كتبقى محافظه على ديك الشكل اللي نزلتوها عليها في الاول. اذا خليتوها معوجه ولا شي حاجه ما معوطاش كتبقى هايلك عوجه. هانتوما كتشوفوا كيجي الشكل صراحه رائع بزاف. جوج شرائط الاولانيين كنحط فوق منهم شرائط جوج الثانيين، والشريط اللي كيبقى بوحديتو كنطويه على جوج. هانتوما كتشوفوا ساهله. انا خدمت معكم كميه كبيره وشاركت معكم هاد 4 الحبات بالثقاله باش تفهموا الطريقه ديال التشباك صحيحه. انا باقي نزل لكم فيديو هذا ديال التشباك في فيديو قصير باش ترجعوا له، باش تبقاو تتبعوا الفيديو ديال التشباك بوحديتو. بغيتو نشارك معكم التشباك يعني نوع ديال التشباك اخر ديال الشباكيه نشاركها معكم، ما عنديش مشكل. مهم اذا عجبكم هاد الشباك هذا انا نحط معكم فيديو قصير باش يبقى عندكم فيما تبغيو ترجعوا له. صافي انا خليتها تنشفت. انا ما كنخليهاش شي ليله كامله، ماشي دائما كنت مزروبه كنخليها في نص النهار غير كتنشف، يعني خليها واحد 3 ساعات. دابا البروده كتنشف دغيا وصافي وكتقليوها. كنتو غادي تبيتوها ليله كامله ضروري تغطيوها، حيت الا خليتوها معريه كتجي قاصحه كتقصح. وهنايا غادي ندوز باش نقليها. خليت الزيت كيسخن وما كنعملش الزيت بزاف، ما كنعملش يعني الزيت غزير، حيت اذا عملتو الزيت بزاف الشباكيه كتبقى تلعب في الزيت، واذا ما ضغطتوش عليها
يعني شباكيه ما كانتش عندكم مخدومه متقونه، غادي تفتح معكم في الزيت وغادي تبقى تقلب، ما تبقاش بالفورمه اللي خدمتوها بها في الاول. يعني انا مزيت القياس، يعني كيجي مغطي، يعني الوجه هاد الشباكيه كتجي مغطيه صافي بركه. غير كينقص الزيت، كنشوف الزيت انا مثلا كنقلي واحد الكميه، الا شفت الزيت تبدل له اللون ديالو اولا شي حاجه 4 د المرات كنقلي، صافي كنبدل الزيت، كنعمل زيت واحد اخر. ما كنقليش شي كميه كامله الشباكيه في نفس الزيت. انا الزيت ملي كيتحرق ما كيبقاش مزيان. واخا تشوفوا الزيت باقي نقي، مع كيتقلى وتعاود ويطيب ويعاود راه كيرجع محروق. هنايا كتحطوها، هانتوما شفتوها الشكل ديالها، الشباكيه بدات كتفتح وكتكبر. يعني الا عملتوها كبيره على هادي غادي تجي شباكيه لا مندار، صراحه تجي كبيره. هانتوما كتشوفوا هنايا حتى تشبر راسها، عاد كنبقى نقلب، ما كنقلبهاش وهي باقا خضره. هانتوما كتشوفوا ملي كنحط الشباكيه في الزيت السخون كنقص ليها واحد شويه، ماشي بزاف، كتنقصوا ليها واحد شويه باش ما كتلهفش معاكم وتجي محمره بزاف من برا ومن داخل باقا ما طابتش مزيان. كتعملوها في الزيت بحال كتعطي واحد الصدمه في الاول، وكتنقصوا على النار متوسطه باش كتاخد وقتها في الطياب. صافي هنايا كنعطيها شويه د الوقت، كنبقى نقلب فيها باش كتاخد لي اللون موحده. نتوما تشوفوا في اخر الفيديو، اولا كما شاركت معكم في الاول الفيديو، الشباكيه كتجي لون واحد، ما كتجيش شي وحده محمره بزاف وحده مذهبه وحده لا، كتجي لون واحد، كتجيكم التحميره ديالها هي هذيك. صافي هنايا كنشوفها ذهبت واحد شويه، كنحايده من الزيت، لان الا خليتوها تحمرت بزاف غادي تجي بحال محروقه. يعني بالنسبه للمبتدئات غادي تهز غير واحد الشباكيه، غتقطرها من العسل مزيان وغادي تحطها في العسل، لان في العسل عاد كتاخد هذاك اللون ديالها. غير تشوفوا هاد الذهب الدب هنايا صافي غادي نحيدها من الزيت، حيت اذا خليتها اكثر من هكذا غادي تجي غامقه، يعني تجي مغلق، اللون مغلق، ما تجيش مزيونه. صافي هنايا غادي نبقى كنحيدها شويه بشويه. دابا كاينه اللعيبه على اللون باقي خصها طيب، ولكن هي هذيك. انا كنشوف هنايا خدات اللون موحد، غادي نحيدها من الزيت. في هذا الاثناء كيكون العسل كدفيوه واحد شويه، حيت العسل خصو يكون ثقيل كيف ما صورت معكم في الفيديو ديال العسل ملي كتبرد كترجع ثقيله معلكه. وملي كتجيو تطفيو فيها الشباكيه كدفيوها، يعني كتسخنوا العسل وعاد كتحطوا فيها الشباكيه كتخليوها تقطر من الزيت مزيان، لان الا عملتوها وديك العسل تادت بهذاك الزيت ما كتوقفش في الشباكيه، ما كتبقاش واقفه في الشباكيه، دغيا كتنزل من الشباكيه. حيت العسل ملي كدفيوها كتكون ثقيله، هي بارده، ملي كدفيوها وكتحطوا فيها الشباكيه كتشرب العسل مزيان، وملي كتبرد فيها كتعلق، يعني كتبقى معاكم شباكيه مده اطول، واخا شهر شهرين كتر كتبقى شابره العسل ديالها، كتبقى معلكه فيها ما كتنزلش. هانتوما كتشوفوا من بعد ما قطرت الشباكيه من الزيت مزيان وعاد حطيتها في العسل. شوفوا هنايا واخا سخنتها يعني باقا العسل معلك، العسل دائما خصها تكون ثقيله. كتبقاو كتهزوا العسل وكتحطوها فوق منها باش كتشرب العسل مزيان. انا خدمت كميه كبيره، ولكن شاركت معكم هذه باش تشوفوا الطريقه ديال التعسل والطريقه ديال القلي ديالها ساهله. هانتوما كتشوفوا غادي تاخذ اللون في العسل، في الاول خرجتها من الزيت مذهبه، اللون مفتوح، وفي العسل كتاخذ اللون. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما زينتها بشويه الزنجلان. انا ما كنعملش الزنجلان دابا، حتى كنجي نحتفظ بها، عاد كنرش عليها شويه ديال الزنجلان، ما كنكثرش ديال الزنجلان محمر باش كيعطي مذاق مزيون. هانتوما كتشوفوا تبارك الله الكميه اللي عملت راه كتخرج 3 كيلو تبارك الله. وبغيتو كميه اقل كتقسموا المقادير، انا كنت لكم مقادير كميه قليله بالنسبه للناس الاسره اللي كتكون اسره صغيره ما كتبغيش تعمل شباكيه بزاف. يمكن انا نكتب مقادير صندوق الوصف وسجلوها عندكم. كنتمنى اذا كنت وصلتوا معايا في هذه المرحله من الفيديو، كنتمنى ما تنساوش اللايكات اذا وصلتوا في هذه المرحله، عملوا لي جيم وخليوا لي كومونتير وبارطاجيو الفيديو. اذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي، يعني جدادين في القناه ديالي، عاد اكتشفتوا القناه ديالي من هذا الفيديو، كنتمنى تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش دائما يوصل لكم الجديد، ونتشجع حتى انا نحط لكم دائما الفيديوهات. و
وكنتمنى الطريقه ديالي تكون عجبتكم. واخا كنبقى نشرح بزاف ونهضر، كنحاول انني نقص من الهضره، ولكن ما كنقدرش، خصني ضروري نشرح باش كنبغي انا اي وحده تجرب شي طريقه ديال شي حاجه، شي وصفه وتنجح لها. ما كيعجبنيش اي حاجه يعني تجربوها اول مره ما تصدقش معكم. خصني تصدق معكم، عليها كنبقى انا نشرح. وانتم كتشوفوا كيفاش كتجي معلكه ومجعبه من داخل. كتجي رائعه بزاف بزاف. كنتمنى تجربوها. هانتوما كتشوفوا، يعني نص كنزينو بالجنجلان ونص كنزينو باللوز، اختياري. وخليتكم في امان الله وحفظه، ومع السلامه.